حملة قوية انطلقت من وزارة الاتصالات المصرية لدعم المرأة ضد الابتزاز الإلكتروني والعقوبة. مبدئيا كده عشان تبقوا عارفين، عقوبة الابتزاز الإلكتروني بتبدأ من 2 ل5 سنين سجن، وغرامة بتبدأ من 100 ل 300 ألف جنيه. والصراحة شوية عليهم لأن المبتز مجرم ومفيش فيها نقاش. والابتزاز ده بقى بيضم المعاكسات الغير مرغوب فيها على كل المنصات، أو تهديد البنات بصور أو غيره، أو تركيب فيديوهات وصور خادشة للحياة بالذكاء الاصطناعي لأي شخص بدون علم. الحملة دي هدفها مش بس القضاء على الابتزاز، الحملة هدفها هو زيادة الوعي الإلكتروني، وبالذات لإخواتنا البنات والست. وأنا حبيت أشارك في الحملة بكلمتين لتوعية إخواتنا البنات في كل مكان. الابتزاز بيبدأ في الغالب بمحادثة لطيفة مع شخص بيظهر للوهلة الأولى بشكل لطيف وخفيف ولسانه بينقط عسل، وبعدين بيتحول لكائن غريب بمجرد ما بيمتلك صور وفيديوهات للبنت اللي بيكلمها أو الست اللي بيكلمها. وممكن عادي جدا الابتزاز يجي من شخص محتال بيتسرب لموبايلات البنات من خلال انه يبعت لهم لينك ويضغطوا عليه وشكرا، الموبايل كله بقى في ايده ويقدر يبتز بيه زي ما هو عايز. ممكن الابتزاز برضه يجي من شخص بيتسلل لصفحات البنات ويسرق صورهم، وبالذكاء الاصطناعي يقدر يعمل البدع. والحل مع اي شخص فيهم في اي موقف كان ايا كان شكله او مضمونه هو البلاغ الفوري في المركز الوطني لطوارئ الحاسب والشبكات. لو كتبت الكلمه اللي هتظهر على الشاشه دي هيظهر لك اول نتيجه في البحث، او اكتب كومنت بنفس الكلمه وهبعت لك رابط الموقع، وفولو ولايك وشير عشان غيرك يشوف الفيديو. وصلى